نورنا وشرفنا دكتور أحمد منصور رجل الأعمال، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، الله يبارك فيك. بما إن حضرتك رجل أعمال وفي مسيرة كفاح ونضال كبيرة وتعب في مشوارك المهني، شايف إن مؤتمر زي مؤتمر رجال الأعمال ده ممكن إن هو يحس الشباب على إن هم يقدروا إن هم يبقوا حاجة، أو إن هم حلمهم في يوم من الأيام يتحقق؟ اكيد، يعني اكيد، بس لابد يكون يعني كل واحد بده يوصل لازم يتعب. اما اللي عايز ينام ويفكر ويحلم ان هو بقى بزنس مان مش بسهولة. فكره دايما يكون للامام، وطبعا يشوف امثال قدامه، ومفيش مستحيل في الدنيا. طبعا حضرتك احنا الحمد لله بفضل الله صاحب مجموعة شركة الريادة، طبعا. وطبعا في دبي، وطبعا حضرتك لينا برضو أشغال في بعض الدول التانية، وطبعا بدأنا ننزل هنا في مصر. فالأمور الواحد لازم يكون يسعى. وطبعا العمل ده شيء أساسي. أركز في عملي هو رقم واحد. طيب، انا بقى عايزة من حضرتك كلمة تقولها للشباب اللي بيصاب بالإحباط ومش قادر يكمل حياته ومش قادر يشتغل وخلاص الدنيا مقفلة في وشه. رقم واحد للشباب والجيل كله اللي طالع يبعد عن صديق السوء. ليه صديق السوء؟ صديق السوء دايما اللي هو عدو النجاح. عدو النجاح اللي هو عايز يصدر سلبيات لكل اللي حواليه وكل جيله عشان يكتئبوا ويبقوا خايبين زيه. اما تشتغل ايه وشغل ايه وهتشتغل ب 100 جنيه وتعمل ايه و200 جنيه والكلام ده. المحبطين. يصدر السلبيات عشان انا ايه ما اطلعش اشتغل. ليه؟ لان اشتغل النهارده ب 100 جنيه ممكن اتعرف على بيزنس مان، ممكن اتعرف على انسان، ممكن اتعلم مهنه، ممكن واحد يساعدني ويفتح لي مشروع ويبقى شريكي. في امل كبير جدا في الدنيا، وفي اشغال كتيره ممكن ايه توصل، بتعرف على ناس جديده. لكن القعده في البيت والنوم، واصدر لاصدقائي واصدقاء الطاقة السوء، السلبية. خاصه اصدقاء السوء، مم. ابعد عنهم. غير رقم تليفونك، ابدا حياه جديده، قول بسم الله، واكيد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ويوسع رزقك ان شاء في الله. النهاية بنشكر حضرتك جدا، الله يخليك يا نورتنا فندم، الله يبارك وشرفتنا فيك، يا الله فندم. يخليك يا فندم، الله يبارك فيك.